طبعا الآراء الفنية تختلف، وهذه هي متعة كرة القدم. هنا أمامنا الاستلام عن طريق اللاعب ألفارو ساخيدو انطلاقة عن طريق اللاعب لاما يحاول ياخد مكان، يلف كرة عرضية حلوة مش معقول على الدفاع، وبالفعل هنا يورنتي في أول ظهور يشكل الخطورة الكبيرة ويأتي بأول أهداف اللقاء. العرضية النموذجية من لاما، الكرة اللي يعني بتمر في حلق المرمى، لم تجد فيكتور فالديز. انطلاقه من ميسي، المساحه المحببه، ميسي اليكسيس سانشيز الى بيدرو يبحث عن المهاره، لكن المهاره فين؟ امام الشجاعه والقوه، وانطلاقه حلوه، وادي العرضيه والضغط القوي، اليكسيس سانشيز. شوف التعادل هنا ياتي. اذا ميسي يظهر في هذه اللقطه، اكتملت المنظومه، نزل بيدرو، نزل تشافي، ونزل فيا، وامامنا هنا تشوف القرار وحكم اللقاء ولاعبي فريق نادي اوساسونا. هدف تعادل لميسي، وادي امامنا تشافي على طول في الشمال، ألبا يلعبها حلوه قوي، يا سلام على الكوره، ادي امامنا ألبا يقلب المائده تماما هنا ميسي ويسجل هدف التقدم. فريق برشلونه يتقدم في هذه اللحظات. كنت احكي عن لقاء 2008 2009 عندما تفوق في تلك المباراه اوساسونا حتى الدقيقه 80، ولكن هنا بقى الامور تتغير.